السلام عليكم، ازيكم؟ انا شيماء اللي اول مره يشوفني. النهارده بقى جايه لكم بفيديو الكنافه البورمه الخطيره اللي انتوا شايفينها دي. طعمها حكايه بجد. يعني اللي هيدوقها منك مش هيصدق ان انتي عاملاها في البيت ابدا مهما قلت لهم. وجربيها وعلى ضمانتي، وهستنى اللايك والشير لو عجبكم الفيديو، وكمان هستنى تعليقاتكم. اللي يجربها يقول لي جربها وطلعت معاه عامله ازاي، وكان الاراء في البيت قالوا لكم ايه عليها. يلا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. اول حاجه هحتاج كنافه طرح. تروحي اللي بتاع الكنافه تقولي له عايزه كنافه طرح، تكوني حطاها في الكيس متغطيه، تاخدي القطعه اللي هتستخدميها بالقطعه بس، وتغطيها كويس جدا في الكيس وبفوطه. هنا بقى لو انت هتعملي اول مره انصحك ان انت تكسري المكسرات شويه، علشان وانت بتبرميها تعرفي تتحكمي فيها. تمام كده. انا باخد قطعه وبرشها ببخاخ الميه شويه، واقوم حاطه عليها المكسرات، وابدا ان انا الفها بالطريقه اللي انت هتشوفيني بيها دلوقتي. بص، جبت الجنب الاولاني ورحت بعد كده حاطه عليه الجنب التاني، وابدا الف بايد، والتانيه ايدي التانيه مثبته، الف بايد والتانيه ايدي التانيه مثبته اللي انا بلفه بيها. تمام زي ما انت شايفه كده بالظبط في الفيديو. ده جنبيكي بقى صينية تكوني محضراها وحاجة علشان تزنقي بيها الكنافة، لأن لازم وانتي حطاها في الصينية هتزنقي بيها زي ما هتشوفيني دلوقتي في الفيديو. بصي، لازم كده تكوني زنقة الكنافة بتاعتك في بعض علشان ما تفكش، وتسيبيها وتكملي الكمية. في هنا بقى حاجة مرحلة، ان انتي لما تخلصي الكنافة بتاعتك كلها لازم تسيبيها في الهوا تنشف شوية قبل ما تدخلها الفرن. والكنافة دي معلش بتاخد شوية سمنة كتار، بس مش مشكلة، احنا بعد ما بتخرج من الفرن بنصفي السمن ده وبنرجع ان احنا نستخدمه تاني. بصوا هنا انا جيت الف الكنافة، لقيتها في النص المكسرات هتبدأ تقع، فطبعا ايه عادي خالص، رحت مزوداها قطع من الكنافة كده، شوية شعر من الكنافة طويل، ورحت ايه لفة ومكملة زي ما انا عادي خالص. لو في أي زوايد بقى وإحنا بنحطها في الصينية بتاعتنا، بنقوم قاطعينها عادي وبنحطها في الفريزر نستخدمها مع أي كنافة تاني، يعني ما فيش حاجة بتترمي. بصوا باشيل بقى هنا الحاجة، قلت لابني شيلها كده وحطيتها، وبارجع إن أنا إيه أضبط اللفة بتاعتي البرمة بتاعتي، وأبدأ أحطها برضو أزنقها بالحاجة. لازم تتزنق، لو ما زنقتيهاش هتلاقيها بتفك منك. هنا بقى ابني قال لي اعملي لي واحدة سادة عشان بيحب الكنافة السادة، فرُحت عملت له واحدة. أهم حاجة تدّي بَخّة مَيّة كده على الكنافة قبل ما تبرمي، وقبل ما تحطّي عليها المكسرات. هنا بقى الكنافة بتاعتنا هنسيبها لمّا تنشف في الهوا شوية، أول ما ألاقيها كده أحط إيدي عليها وألاقيها نشفت في الهوا خالص، هابدأ إن أنا أكون مسيّحة بقى كده حبّة سمنة حلوين معايا. تمام، وأحط لها السمنة. بتشرب الكنافة البورمة عشان تبقي عارفة من أولها بتشرب سمن كتير جدًا. فمش مشكلة ما تخافيش، السمن ده إحنا ما بنرميهوش، بعد ما بتعملي الكنافة وتتحمّر بتطلّعيها بقى، بتصفّي السمن ده وبتستخدميه تاني. يعني بُصّوا أنا حطيت لها سمنة قد إيه، بتشرب بكمية سمن رهيبة، بس بيتبقى بقى في الصينية، يعني كل السمن الزيادة بيتبقى في الصينية. هنا بقى جِبت الشربات بتاعي، طبعًا أنا كنت عاملة لكم الفيديو بتاعه. أنا عملت شوية سقيتهم على الشبكة كده عشان بنحب، يعني في عندي نُص بيحب الشربات خفيف، وفي نُص بيحب الشربات حلو ومضبوط، فعملت شوية على الشبكة وشوية خلّيت الكنافة في الصينية بس صفّيت منها السمن، ورُحت ساقياها الشربات. هنا بقى عشان تقطّعي الكنافة بتاعتِك لازم تكون بردت تمامًا، وأهم شيء يكون معاكِ سكينة حامية جدًا، ما تكونش سكينة وسط، تكون حامية جدًا عشان ما تكسّرلكيش الكنافة وأنتِ بتقطّعيها. تمام، وتسيبيها لمّا تكون بردت تمامًا. في الفرن لو لقيتِ الجناب بتاعة الكنافة بيضا، بتطلّعي كده اللي على الجنبين، الكنافة اللي على الحرف هنا واللي على الحرف هنا، وتبدئي تقلّبي الكنافة الحتت البيضا اللي مش عاجباكِ تقلّبيها لمّا تاخد لون علشان تدّيكِ لون كامل زي بعضه كده زي ما أنتِ شايفة في الفيديو. أتمنى بقى فيديو النهارده عجبكم، لايك وشير، واللي مش عندي في القناة ينزل يشترك ويفعّل الجرس عشان كل جديد عندي يوصل لكم. بس قولوا لي بقى بجد رأيكم إيه في الكنافة بتاعتنا النهارده، وأتمنى اللي يجربها يقول لي في التعليقات، وتقولوا لي إيه رأيكم أمّا عملتوها، وكان التعليق من اللي في البيت اللي كلها وداقها من إيدِك قال لِك إيه عليها. أتمنى بقى الفيديو النهارده يكون استفدتوا منه، وأقول لكم رمضان كريم، مع السلامة.